متصل. الو يا سيدي. نعم شيخي، انا اصلي واصوم وازكي يا واقوم سلام الليل. يا سلام، هذا هو المطلوب حبيبي، هذا هو الأصل. لكن شيخي انا ما احب اهل البيت، فاين انا؟ أنت في النار يا ملعون، أنت في النار. إذن ما هو عمود الدين؟ عمود الدين هو حب آل البيت. نعم، إذن نستنتج من هذا أننا لو صلينا وزكينا وصمنا 1000 عام فإنك في النار. يجب عليك أن تحب آل البيت. معنا اتصال. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. شيخي. نعم. شوف يا شيخي، أنا لا بصلي ولا بصوم قاتلك الله ولا بزكي كلب ولا بسوي أي حاجة. كلب. أنت شنو هذا الاتصال؟ ويش أيوة، ويش السؤال؟ بس أنا يا سيدي بحب أهل البيت. أنت في الجنة. أنت في الجنة. شكرا. أنت اعمل ما بدا لك. إذا كنت تحب آل البيت فأنت في الجنة. فأنا أستغرب من البعض أنهم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولا يحب. يجب عليك أن تحب آل البيت. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك سيدي؟ هلا. شوف يا سيدي، تفضل. أنا قاتل. قاتل؟ نعم يا سيدي. عليك غضب من الله. ولماذا قتلت؟ هل قتلت أبرياء؟ أيوة سيدي. استغفر الله. نعم. وقاطع طريق سيدي. عليك سحائب اللعنة. نعم. سويت كل الجرائم سيدي. أنت في النار. بس يا سيدي أنا بحب أهل البيت. دخلت الجنة يا ملعون، دخلت الجنة يا ملعون. وبحبكم سيدي. تعرف كيف تدخل الجنة؟ إن كنت تحب آل البيت فأنت في الجنة. يغيق بغبغ يغيق شق. هنا جاء في الحديث. نعم هكذا يا ليلى يا ليلى يا ليلى، أنت في الجنة. هناك سؤال أتى عن طريق الفاكس إيميل بالنسبة للمساجد: لماذا تفجرون المساجد في اليمن؟ أنا أقول أن الجوامع، حب المساجد ليس من الفطرة وليس من السنة، وليس الأصل أنك لا تحب إلا آل البيت. يجب أن لا تتعلق قلبك بالمسجد كما يقول النواصب: من تعلق قلب. لا، هذا كلام حديث ضعيف، ولا ينبغي لنا أن نتعلق بالمساجد. فجر أبوها. لا يجب عليك إلا أن تتعلق بماذا؟ بآل البيت. حبي لكم كما قال الشاعر: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يا رب صل على. يا سلام، هذه تذكرني عندما كنت منشدا. نصل إلى نهاية هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.